حرب طاحنة راح بسببها نص مليون إنسان من الطرفين، من الطرف العراقي والطرف الإيراني. تعرف بقادسية صدام أو الدفاع المقدس؟ إذا تريد تعرف تفاصيل الحرب خلي لايك واشتراك. يلا خليكم الفيديو. سنة 1979 يوم 16 يوليو صار صدام حسين رئيس جمهورية العراق. كم شهر من مدة حكمه وصارت معركة طاحنة امتدت 8 سنوات بين العراق وبين إيران. بالعراق معروفة هاي المعركة باسم قادسية صدام، وبإيران معروفة هاي المعركة باسم الدفاع المقدس. شلون صارت الحرب ويا طرف كان اللي بادي بالحرب؟ شهر سبتمبر سنة 1980 صارت اشتباكات كلش قوية بين العراق وإيران على الحدود. اتهمت حكومة بغداد الجانب الإيراني بأنه جاي يقصف البلدات الحدودية. يوم 4 يوليو سنة 1980 اعتبر الجانب العراقي هاي بداية حرب، فقرر صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر اللي صارت بسنة 1975. شنو قال صدام حسين بعد ما ألغى الاتفاقية؟ قال صدام حسين انه مياه شط العرب تابعة لدولة العراق وماكو اي اتفاقية بين الطرفين. ورا فترة اشتدت الاشتباكات وصارت حرب شاملة بين العراق وإيران. يوم 22 أيلول سنة 1980 الجيش العراقي اجتاح الأراضي الإيرانية. ليش صدام حسين شن حرب قوية على إيران؟ صدام حسين خاف من الثورة الإيرانية اللي صارت سنة 1979. الخوف هو أن تصير ثورة شيعية ضده ويصير تمرد عليه. بالإضافة كان صدام حسين يريد ينهي القوة الإيرانية ويستبدلها وما يخليها مسيطرة كقوة مهيمنة على الخليج. العراق ضرب إيران دون سابق انذار واستقل الفوضى اللي كانت بإيران اللي خلفتها الثورة الإيرانية. بس العراق رغم هاي المباغتة ما حقق أي تقدم كبير، وسرعان ما تم التصدي للهجوم من قبل الجانب الإيراني. وبحلول يونيو 1982 استعادت إيران الأراضي اللي كان العراق مسيطر عليها. وخلال 6 سنوات الحرب صار الجانب الإيراني هو المهاجم، بس ما حققوا أي تقدم. خلال كل هاي الظروف الحرب دعا مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وقال لازم تنتهي الحرب من قبل الطرفين. وبعد ما ظل يدعي مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لسنوات حتى سنة 1988 شهر أغسطس توقفت الحرب وقبلوا الطرفين، الطرف العراقي والطرف الإيراني، بالانسحاب. واستغرق الانسحاب القوات المسلحة الإيرانية من العراق عدة أسابيع من الأراضي العراقية، والرجوع إلى اتفاقية الجزائر سنة 1975. وهنا تم تبادل الأسرى إلى سنة 2003. كل حرب بها خسائر اقتصادية وبشرية. الخسائر اللي صارت بهاي الحرب أكثر من نصف مليون جندي عراقي وإيراني راحوا ضحية هاي الحرب، ونفس العدد تقريبا من المدنيين وهواي عدد من الجرحى. رغم كل هذا ما صار أي تعويضات أو تغير بالحدود. الحرب العراقية الإيرانية قارنوها بحرب العالمية الأولى من حيث الخطط والأسلحة والأساليب المتبعة. حتى بحرب الخنادق قارنوها بالحرب الأولى. العراق تلقى دعم كلش كبير من الدول العربية والإسلامية بالقروض، سواء أموال أو معدات عسكرية وصور من الأقمار الصناعية خلال هجمات ضد الأهداف الإيرانية. الجانب العراقي أبد ما اعترف أنه هو من بدء الحرب، ولا الجانب الإيراني اعترف أنه هو من بدء الحرب. حتى يوم 11 كانون الأول سنة 1991 بعد حوالي 12 سنة من بداية الحرب يلا اعترف الجانب العراقي هو من بدء الحرب. هذا الجزء الأول من قصة حرب الخليج الأولى. إذا وصلت لهنا لا تنسى تخلي لايك واشتراك بدعمكم استمر. يلا خليكم القصة الثانية. هذه الحرب بعد حرب العراق وإيران بسنتين تقريبا. يوم 11 محرم الحرام سنة 1411 هجرية المصادف يوم 2 أغسطس سنة 1990 ميلاديا العراق غزا الكويت. أرسل حوالي 100 ألف جندي عراقي إلى الأراضي الكويتية. مو مثل ما البعض يقولون مليون جندي ومليونين، هو 100 ألف جندي. هاي كل المصادر اللي ذاكرة. وبخلال يومين العراق سيطر على الأراضي الكويتية بالكامل. ويوم 9 أغسطس سنة 1990 أعلنت الحكومة العراقية بأن الكويت صارت محافظة من العراق، ولغت شكو سفارة بالكويت لأي دولة عالمية أو خليجية كانت موجود سفارتها بالكويت. هو ليش العراق غزا الكويت؟ بسنة 1932 منحت بريطانيا الاستقلال للعراق، بينما الكويت تم الاستقلال بسنة 1961. بعد أسبوع من استقلال الكويت عبد الكريم قاسم كان هو رئيس العراق.
سوى مؤتمر صحفي طالب من خلاله بالكويت اللي كان يعتبرها هي جزء تابع للعراق، أي محافظة للعراق، وهدد بالقوة إذا ما رجعت الكويت للعراق راح يصير تدخل عسكري. بعد هذا المؤتمر الصحفي صارت أزمة سياسية، وعرفت هاي الأزمة بأزمة عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم قال الكويت جزء من العراق، بس بريطانيا هي اللي فصلتها ولازم ترجع للعراق بأي ثمن. تدخلت الجامعة العربية وصارت ضد عبد الكريم قاسم، ودزت قوات عسكرية من السعودية والإمارات والسودان دعم للكويت. خاف عبد الكريم قاسم يريد يدخل الكويت بقوة عسكرية. بعد كل هذا اللي صار بسنة 1963 تحديدا بيوم 4 أكتوبر اعترف العراق باستقلال الكويت، وصارت اكو حدود بين العراق والكويت. سنة 1999 ميلاديا بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية العراق مر بأزمة كلش قوية وصار مديون لهواي بلدان. حاول صدام حسين انه يقنع الكويت بالتنازل عن الديون اللي كانت الكويت تنطيه فلوس على مود يحارب بها إيران، بحجة قال صدام حسين لو ما الحرب كان إيران سيطرت على الكويت، مو بس الكويت وعلى دول الخليج كلهن. بس حكومة الكويت ودول الخليج ما اقتنعوا بهذا الكلام وقالوا له نريد فلوسنا. بسنة 1990 اتهم صدام حسين باجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الكويت بالإفراط بتزويد السوق العالمي بنفطها، مما يسبب بانخفاض أسعار النفط عالميا وتقوية الحصص الإنتاجية لأعضاء منظمة أوبك. بعد هذا الكلام اللي صرح به صدام حسين واللي اتهم به الكويت، وبعد ما قالهم تنازلوا عن الديون ما رضوا الكويت، اندلعت الحرب العراقية الكويتية. طالبت حكومة الكويت وأمريكا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، وتم قرار مجلس الأمن نص القرار الانسحاب الفوري لقوات الجيش العراقي من الكويت. وبيوم 13 أغسطس عقدت الجامعة العربية اجتماع ونفس المطالب اللي طلبتها أمريكا والكويت. بعد ما العراق غزا الكويت، هنا السعودية بدأت تبدي مخاوفها وحست أراضيها بخطر ويمكن بأي لحظة أراضي هم تنغزي. هنا السعودية سارعت بشكل كلش كبير بعملية التحالف على مود تحمي أراضيها وحقولها النفطية اللي بأي لحظة إذا سيطر عليها صدام حسين راح تكون بخطر كلش كبير. من درس صدام حسين باللي جاي تسويه السعودية، ضاف كلمة الله أكبر على العلم العراقي على مود يضيف طابع ديني ويكسب الإخوان المسلمين اللي كانوا معارضين لدولة السعودية بالسعودية. هنا صدام حسين نجح بهاي الخطة وخلى الضغط على الحكومة السعودية بسبب القوات الأجنبية اللي كانت تجي للسعودية بشكل كلش كبير، وكانوا الإخوان معارضين للقوات الأجنبية. يوم 7 أغسطس اللي أعلنت به العراق أن الكويت تابعة للعراق، هنا السعودية جيشت حوالي 500 ألف جندي على مود تحمي أراضيها وحقولها النفطية. يوم 29 نوفمبر 1990 صدر قرار من مجلس الأمن الدولي واللي حدد يوم 15 يناير 1991 هو آخر موعد لسحب الجيش العراقي من الكويت، أو تستخدم جميع الوسائل لإخراج الجيش العراقي. ورا ما صدر قرار المجلس الأمن سووا ائتلاف عسكري مكون من 34 دولة ضد العراق، وبلغت نسبة الجنود الأمريكان 74% من العدد الإجمالي للجنود، ووصل عدد الجنود حوالي 1,000,000 جندي. وبيوم 21 يناير سنة 1991 استخدموا القوة العسكرية لتحرير الكويت بموافقة 52 دولة، بس كانوا اللي رافضين 47 دولة، ووافق مجلس النواب الأمريكي لموافقة 250 عضو، واللي رفضوا 183 عضو. ورا كل هذا اللي صار العراق بدأ محاولات إعلامية يربط مسألة اجتياح الكويت بقضايا الأمة العربية. قال الإعلام العراقي إذا على العراق الانسحاب من الكويت فلازم تنسحب سوريا من لبنان. وفجر 16 يناير سنة 1991 بعد يوم من انتهاء المهلة اللي منحها مجلس الأمن للعراق لسحب قواته من الكويت، بعد ما شنت طائرات الائتلاف حملة قوية مكثفة شملت العراق من محافظات الشمالية إلى الجنوب. وطبعا هاي الحملات الجوية اللي قاد التحالف دمرت العراق بشكل كلش كبير وسببت مآسي للعراق، وآلاف الضحايا خلفها هذا القصف. والحملات الجوية وصل عددها 109 غارة خلال 43 يوم، يعني باليوم الواحد 2555 غارة باليوم. ورا ما العراق طلع من الكويت فرضوا عليه تعويضات، والتعويضات الحكومة العراقية ظلت تدفعها على شكل أقساط، بعد ما ادعى أفراد وشركات حكومية اللي كانوا بالكويت قالوا إحنا تضررنا بسبب هذا الغزو اللي وصل مبلغ الأضرار 52 مليار دولار.
وآخر دفعة العراق دفعها كتعويض يوم 13 كانون الثاني سنة 2022. العراق سد كل الديون اللي عليه للكويت. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية القصة، قصة حرب العراق الخليج الأول والخليج الثاني، اللي ما حد تضرر بيها وتأذى هو غير العراق. من أول ما استلم صدام حسين لحد ما طلع من العراق شهد إلى ضحايا، مقابر جماعية وحروب ومجاعات. العراق بشكل كلش كبير تأذى. وإلى هنا نختم قصتنا هذا اليوم، ولا تنسى اللايك والاشتراك، وترك لنا تعليقك على الفيديو ورأيك باللي صار بالعراق ومن يتحمله. في أمان الله.